مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل عجة الاسباجيتي او اسمها سباجيتي فريتاتا. الاكلة دي ايطالي بس احنا هنعمل تعديل شوية في المكونات عشان تناسبنا. تعالوا نشوف المقادير. دول 350 جرام مكرونة، ممكن سباجيتي او ممكن اي نوع من المكرونة فاضل عندنا، يعني اما يبقى فيه بواقي مكرونة ممكن اعمل بيها الاكلة دي. ربع كيلو بروكلي متقطع صغير خالص، بعد ما غسلته قطعته صغير كده. كوباية جبنة شيدر مبشورة مع موزاريلا مبشورة، ممكن شيدر بس او موزاريلا بس حسب المتوفر عندنا. بصلة متوسطة متقطعة صغير، معلقة كبيرة سمنة، شوية زيتون اخضر او ممكن زيتون اسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقتين كبار جبنة البارميزيان او ممكن بدلها جبنة رومي مبشورة، بس ناخد بالنا من الملح لان الجبنة الرومي بتبقى حادقة شوية. دي حوالي نص كوباية فلفل احمر مقطع مكعبات، 5 بيضات متوسطين. بالنسبة للمكرونة انا سلقتها في ملح من حوالي ساعة وصفيتها بمية ساقعة، بردت خالص، وحطيت لها شوية زيت زيتون وقلبتها بيها عشان ما تلزقش في بعضها. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. قبل ما ابتدي اعمل العجة اجيب طاسة كبيرة واحط شوية زيت صغيرين، زيت زيتون، واحط المكرونة، بس مش هحط الكمية كلها، شوية شوية، يعني احط شوية صغيرين دول الاول، ما تنفعش كلها مع بعضها عشان ما تعجنش، وعلى نار هادية في نفس الوقت ما غطهاش، واسيبها تطلع المية اللي فيها عشان تبقى محمصة يعني، وطبعا من ان لاخر اقلب. هي كده تقريبا خلاص خلصت، المية تقريبا اللي فيها راحت وحمصت شوية. هبتدي الاول اغلي مية عشان اسوي البروكلي. مجرد ما المية غليت احط البروكلي واطفي النار. هي كده المية غليت، احط على طول البروكلي، ابعده عن النار واسيبه دقيقة واحدة في المية دي، وبعد كده اصفيه واشطفه بمية ساقعة لحد ما يبرد خالص. بعد كده هبتدي اجهز الخلطة. هحط البيض ومعاه الملح والفلفل واضربه كويس الاول. بعد كده احط عليه الجبنه، والجبنه موزاريلا والشيدر والزيتون والفلفل، وبعد كده ابتدي اقلبه. انا صفيت البروكلي كويس قوي وهو ساقع، لازم يبقى ساقع عشان ما اقدرش احطه على البيض وهو سخن. لازم اعمل في بوله كبيره عشان هحط عليهم المكرونه دلوقتي. بعد كده احط المكرونه، ممكن طبعا ما استخدمش الكمية كلها، هقلب واشوف. ما حطيتهاش كلها، هي كده كفاية. اقلبها كويس وبعدين ادوق الملح، لو حسيت انها محتاجة ازود ملح دلوقتي، ممكن بدل ما ازود ملح ممكن ازود شوية جبنة رومي او جبنة البارميزيان. هي كده جاهزة، اسيبها على جنب دلوقتي. بعد كده هجيب المقلاية اللي هعمل فيها العجة واحط السمنة. اول ما تسيح احط البصل، احط له شويه ملح، اشوحه خفيف خالص لحد ما يدبل، بس هو كده كفايه. احاول اوزع البصل في الطاسه كده واهدي النار خالص، وابتدي احط مكرونه، بس احاول اوزعها بشويش كده، اوزعها الاول كويس، بعد كده اغطي عليها واهدي النار واسيبها لحد ما تستوي. هتقعد تقريبا 7-8 دقايق، وبعد كده هقلبها الناحية التانية. هي كده تقريبا استوت. هبتدي اقلبها دلوقتي عشان تستوي من الناحية التانية. هقلبها على نفس الغطا او على صينية كبيرة، بس اخلي بالي، وبعدين ارجعها تاني، وبعدين اسيبها عن النار 3-4 دقايق كمان من غير ما اغطيها. زي ما احنا شايفين ده شكلها النهائي. طبعا احنا ممكن نستعمل اي نوع من المكرونة، اي بواقي مكرونة نعملها بالطريقة دي، وفي نفس الوقت ممكن نغير في انواع الخضار، وممكن نستعمل لحوم او فراخ، بس طبعا تكون مستوية قبليها، يعني بواقي فراخ، بواقي لحمة، ممكن نستعمل بسطرمة. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبهم. اشكركم جدا والى اللقاء.